الذين كانوا مقيمين في منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي من قبل الميليشيات المرتزقة الخارجة عن القانون تحت ما سمي بعمليات فجر الحرية، بعد عمليات التي سمي بغصن الزيتون الذي شرد الآلاف من أهالي عفرين من بيوتهم وأحرق الشجر والحجر في عفرين وقتلوا الآلاف من أبنائها ونهبوا وسرقوا من خيرات أرض عفرين دون هودة وعلى مرأى العالم. وبعد 58 يوما من المقاومة والصمود نزح الآلاف من أهالي عفرين من منطقتهم ليحطوا برحالهم في منطقة الشهباء، لأن قرارهم كان الاستمرار في المقاومة والتضحية بأغلى ما عندهم من فلذات أكبادهم في سبيل العيش بحرية وكرامة من أجل العودة إلى عفرين. ولكن بعد 7 سنوات من الصمود والمقاومة ورغم كل الصعوبات التي كانوا يمرون بها في منطقة الشهباء من حصار خانق والاستهدافات الشبه يومية من قبل مرتزقة الدولة التركية المحتلة على منطقة الشهباء، إلا أن الأهالي قرروا البقاء في منطقة الشهباء والاستمرار في المقاومة حتى الرجوع إلى عفرين. ولكن ونتيجة دعم الدولة الاحتلالية والفاشية التركية للمرتزقة المأجورين من العمشات والحمزات وسلطان مراد، تم النزوح الثاني لأهالي عفرين والشهباء من منطقة الشهباء إلى شرق الفرات. لذلك ندين بشدة هذه الممارسات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية والتي ارتكبتها تلك الفصائل المنضوية حاليا تحت راية وزارة الدفاع في عفرين والشهباء. ونطالب سلطات دمشق باتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المسؤولين عنها وضمان جبر الضرر وتعويض المهجرين باسترجاع أملاكهم ورجوعهم إلى وطنهم عفرين. كما ندعو أبناء شعبنا إلى تنظيم صفوفهم تمهيدا للعودة الجماعية إلى منطقة عفرين واستعادة حقهم المشروع في العيش على أرضهم بأمان وكرامة. ونشدد على أن تنفيذ اتفاق 10 من آذار القاضي بعودة المهجرين وتأمين الحماية لهم والسماح لشعوب المنطقة بإدارة مدنهم وبلداتهم وفق مبادئ الديمقراطية المحلية يعد الطريق الأمثل لمعالجة قضية التهجير بشكل عادل ومستدام. مجلس مهجري عفرين والشهباء رابطة عفرين الاجتماعية 2/12/2025. تعيش مقاومة عفرين والشهباء في قامشلو، تعيش مقاومة روج آفا، تعيش مقاومة قسد. نیج برای گشتی سال بگره یکم آکوچ بکرنا خلکی افرینه این طول حریم شهبای گریدای گندوارن باکور حلب به جه ببون در باس دبه اف کوچ برکرین کوچ عالیه چتاین دج مروباهی د چرچوبای اپراسیون بنا به شفق آزادی دا پیک هات پشتی اپراسیون بنا به شاخ زیتونه کو به هزاران شینین افرینی جمالن خا کوچ برکرین دار و کبر لافرین شوتاندن و به هزاران خلکن افرین رواندن و کشتن وام بسی نور و لبرچاوین جیهان همو بر همین آخا افرین تالان کرن و دزین پشتی 58 روزان برخدانی به هزاران خلک افرین جهریم خار پوچبر بون و لهریم شهبه بجه بون جبر کو بریار وان او بو تو برخدانه بدومینن و تشته هر گران بوها جبوجیانک آزاد و برومت و وگر سرخاک افرینه و فدا کرد بکن لی پشتی 7 سالان برخدانی و تبی همو زحمتی این طول حریم شه باید چاندن جدور پیچ کرن و هدف گرتن روزانه یا کج عالی چته این دولت داگر کر ترکیه لسر حریم شه باید هات مشاندن لگل افرین جیانا خال سر بنگاه برخدانی جبو وگر افرین لحریم شهبا دوماند لبله ده انجام پشگیری دولت ترک آداگر کر و فاشیست جی چتاین خافرات را وک امشاد حمزات و سلطان مراد
کشبریا دویمین آگل افرین و شهبه جهری ما شهبه بر روجهلات فرات پیک هات جبر ویا که اموان کریارن کود گهجن آستا سوج اندج مروواهیه بتوندی شرمزار دکن یین تو جهلا تومن تو نهاد بن آلا وزارت پاراستن دال افرین و شهبه تب دیگرن پیک هاتن ام داخواست دکن تو رای در شامه تدبیر و بریارن لزگین بگیرن دا تو برپرسن وان کریاران حساب بدن و وگرندن مال و ملک این کچبرن و وگرندن وان سر خاک افرینه هلوها ام بانک لگل خادی کن جبو وگر گرسایی لحرم افرینه خابری خستن بکن و ما فهم یه روا یه جیانه برومت و اولهی لسر آخا خواه به دست بخن ام تقصد کن کوریا هری باش جبو چاره سرکرنا پرزگره که کچبرن با آوائه کی داد پرور او دومدار به جهانینا پیمانا دهی آداره تو وگر کچبرن او مسوکر کرنا پاراستن وان دست نشان دیگه او رید ده خلق هرما کو باجار و باجاروکین خال گوری پرنسیب اندام دموکراسی هریمی بروا ببن مجلس کچبری افرین و شهبه یه قامشلو تنبند افرین آجواکی 2012 2025